السلام عليكم. الأهلي حاليا في الفترة اللي أنا بتكلم فيها دي بيعمل موسم انتقالات قوي. حلو. طب ليه؟ لأن الأهلي الموسم أو الفترة بتاعت شهر 6 اللي فاتت عمل سوق انتقالات مش قد كده. طب ليه عمل سوق انتقالات مش قد كده؟ تعالى أفهمك. الأهلي في السوق اللي فات ده جاب 4 لعيبة، منهم 2 مدافعين ومنهم 3 مدافعين ومعاهم لاعب كمان. طب مين هم ال3 مدافعين الأهلي جابهم؟ تعالى أقول لك واحد واحد. الأهلي جاب أشرف داري، عنده إصابة مزمنة ده زي ما اتقال، والراجل بعيد تماما عن المشاركة. والأهلي جاب عمر الساعي وبرضك بعيد عن المشاركة، ده نص ملعب. وجاب قلب دفاع يوسف أيمن أو أيمن يوسف، مش عارف بصراحة. يوسف أيمن يعني حدث ولا حرج، مستواه وحش جدا، ومعرفش بصراحة تيم السكواتنج أو شركة الكرة في الأهلي شافت المستوى ده ازاي وبرضك وافقت عليه. طيب وكمان معانا اللاعب يحيى عطية الله، والراجل ده الوحيد اللي في التشكيلة بتاعت الأهلي. كده احنا كنا بنتكلم وبنقول عليه ده ال4 لعيبة الأهلي جابهم. تمام. الأهلي بقى قال لك ما أنا اتعلمت من الدرس، ومفيش حد بيتعلم بسهولة ولازم أنا أقع عشان أبان إن أنا فرقة قوية. الأهلي جاب عمر الساعي بحجة إن هو بيساعد الإسماعيلي، لكن هو مش بيساعد الإسماعيلي، هو مش عايز عمر الساعي يروح الزمالك، إن هو عارف لو راح الزمالك هيعمل أحلى شغل جدا مع عمر الساعي، لأن الزمالك ناقصه نص ملعب زي عمر الساعي وكواليتي مرعب جدا. لكن الغريب في الأمر هنا مين هي الصفقات اللي الاهلي بيعملها؟ واول صفقه فيهم هتبقى في يناير هو احمد سيد زيزو. ايوه يا عمرو يا حلال. مش هيجي في يناير بس، هيجي في يونيو، لان العقد بتاعه بيخلص شهر 6 2025، ده اللي احنا عارفينه. لا والزمالك والاهلي بقى مش ساكت بقى على كده، لا ده الاهلي عايز يفضي فرقه الزمالك ده، لان في 8 لعيبه عقدهم بيخلصوا. طب مين هم اللعيبه بتخلص عقدها دي؟ عندك محمد عواد عقده بيخلص، بس الاهلي طبعا مش هيجيبه الا لو جديد في محمد الشناوي. عندك عبد الله السعيد ماشي، عندك الونشي ماشي، عندك عمر جابر ماشي، عندك دونجا ماشي، عندك كمان زيزو ماشي، ده نجم الفريق. خلي بالك من نجم الفريق، لان هو كمان الاهلي قاعد معاه وكان اتفاق احنا جايين نهدي النفوس مع ابوه ان هم عايزين يجيبوا زيزو بحق ده اقل من الزمالك، وابوه موافق لان ابوه اهلاوي وزيزو كان اهلاوي وهو صغير وكلنا عارفين. ده هتبقى سواد على الكل. يلا بينا. فكل اللي بيحصل في الدوري دلوقتي ده، والاهلي عايز يجيب اللعبه دي، اعرف ان احنا داخلين على موسم انتقالات وتخطيف لعيبه من قوي، فالاهلي يجهز دلوقتي لصفقات ما يعلم بها الا ربنا. السلام عليكم.